هيا عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نطيب مرقة لوبيا بالكعابر والفاريونت. دونك خديت بصلة صغيرة قصيتها جويدة، وهذه اللوبيا منفخة ومخبية في الكونجيلاتور دونك ديريكت مغسولة وامورها منظمة يعني. وهذا مغرفة اشتغل مغرفة نتاع ماكلة هكا في الأحمر، ومعاها 3 مغرفة كبوسة نتاع ماكلة بطماطم. والحاجة أكيد راني صبيت الزيت. دونك باش نحطهم ونفوح بشوية تابل. دونك باش نحط 2 مغارف تاع قهوة تابل، ومعاهم مغرفة كرويه. دونك نحس المغرفه هذه شويه مش معبيه الكل. حطيتهم في الززوه، غطيتهم غميتهم بالماء وحطيتهم دوبه مع ملء الماء في هبطتهم باش نقص الملوحيه. انا بدي ما نحبش المالح خاصه مع الريجيم. وشريت الزيتون كعب، وشريت زيتون احمر الحل سامحني، وشريت زيتون احمر. دونك باش نخلي هذوما جوست نحطهم في الماء حلو باش ينقص نسبه الملح نتاعهم. دونك هنا قليتها ابيل مش برشا شويه جوست باش نحي الكونسيه نتاع الطماطم. وطبعا باش نمرقلها ونسكر الكاكوت خاطر حاجتي باللوبيا كتير خفيفه. ونحركها. المهم لازم تكون الصوص ايبيس، لازم تكون الصوص مش خافره نتاع الطماطم. خاطر 3 طماطم 3 مغارف طماطم لازم تقلبهم مليح باش ما تشدلكش. كان تبدا ايبيس راهي في ساعه ما تشد كي تسكر الكاكوت. باش تسكر هكا ماهيش خاطره. نسكر عليها ربع ساعه. الكاكوت نتاعي بدات تزفر، مش تحسب لها ربع ساعه يا اما بين 20 مينوت والا 15 مينوت ونسكرها. بالنسبه للحم المفروم عندي هنا اللحم، هنا بصله صغيره 4 ثوم، وهنا للفايحه حطيت تابل مغرفتين ولا مغرفه كبيره تابل، مغرفه كبيره نتاع قهوه تابل، اشتري مغرفه نتاع قهوه كرويه. عندي هنا 2 مغارف نتاع قهوه كيلو زعتر، وكيلو يكون اكثر من الزعتر. وهنا عندي شويه ملح خاطر باش نعمل بالصوص، ولهنا عندي فلفل اكحل. كما تشوفوا لهنا جات الرحيه غليظه شويه، ديما في الحشوار هكا تجي الرحيه غليظه شويه مش كما الحاجزه. دونك شي مش نعمل مش نصب شويه ماء، هذه اسبيوس نعطيكم تعملوها وترحيو توسعوا بالكم، ترحيو بشويه بشويه لين تولي رطبه الرحيه. دونك نسيت ما حطيتش كمون من الاول، توا قلت كمون كركم من الاول، دونك حطيته توا الكركم ومعاه الماء ومش نبدا نرحي حتى الرحيه. كي تجي ترحي تلقاها اسهل، ما تبقاش غاصه الماكينه. هاي الريزولتا اللي تحصلت عليها، الريزولتا طحونه طاول باليدي بشويه ماء ولا شويه زيت وناخو نكعبر ونحطو على الجنب الكعبة تاعنا. منحبهمش كعب كبار، نحبهم كعب صغار. دونك ونحطو على الجنب كما تشوفو الفات كيفاش طريه رطبه على الاخر، خاصة الصغار ميحبوش ياكلوا اللحم، دونك اللي متخلقهمش. هنا كمان كعبت البنيدق بتاعي. لهنا نحب نوريكم حاجه اللي ترحيوه في الدار يطلع لكم ماكش لاقط والجلد، وخاصه العلب هذوك اللي في وسط اللحم. دونك الكل تنحيهم باش ما يقلقوش الصغيرات وما يحموش في السنين. دونك عملت شطر الكونتيتي عملتها في الكعابر، وشطر الاخرى باش نكعبرها ونخبيها كعبه باش نطبخها كيما هكا ونحطها في الكونجيلاتور. نطيب بها مقارونه، نطيب بها حاجه اخرى. باهي وهنا عطيتها ربع ساعه. اخترت شويه صوص تاعنا باش نتاكد اللوبيا اسكو طرات ولا ما طراتش. نقصها على جنب الحيط قربت نزلت يابسه، قصتها على جنب نزلت ديور يابسه. دونك باش نزيدها نمرقلها ونزيدها ربع ساعه اخرى. بعد ما طابت اللوبيا نتاعنا مليح نرميو كعبه البنادق نتاعنا والمرقه تغلي بالكدا. دونك حطيتهم من غير ما حركتهم، راك شوفوا الكعبولات طلعوا لا فيهم العظم لا حتى شيء. جوست يلزمك كي ترمي تبدا الصوص تغلي، المرقه تبدا تغلي على الاخر، ترميهم كعبات البنادق الكعبره اللحم نتاعك، ترميهم ما تمسش وتغطي باش ما يتحلوش وما يتفرطوش. دونك انا بحكم بختار الكوكوت جوست غطيت هكا وكها. دونك هكا تشوفوا هكا ما تحلوش ما تفرطوش كلهم انتاكت تاعهم. دونك نخليهم انا توا يغليو لين يطيبوا، ومن بعد نرمي قراين فلفل وكعبه الملح. بالنسبه للبارتي اللي قعدت لي من اللحم، دونك عملت هذوما الكعبولات نتاع تطيبه شكشوكه عجه بالكعبر اللحم والا مقارونه تتعمل زيدا هكا. دونك كل وحده حطيتها بعيده على اختها، وراني غلفت الصحن نتاعي بالبابي سولوفان على خاطر كانت تحط من غير بابي سولوفان، وبعد كي جيت نحاها تلقى الكعبوره لصقت في وسط في الصحن، وكي تنحاها منظرها يتبلبص، دونك تجيك مش مزيانه مش مرتوبه. دونك حطيتهم هكا الكعبه وندخلهم الكونجيلاتور، ومن بعد نفرغهم في وسط ساشي زيب والا في وسط صندوق. وهكا مرقه الفاريونت نتاعنا بالبنادق حضرت. انا جوست زينت كعبات الفاريونت من فوق وهما كعبات الزيتون اللي يحبهم مرميين في وسط الصوص. وقت اللي يرمي الفلفل باش يطيب الفلفل انتم مرميو معاه الملح والزيتون. وهكا دبرتنا اليوم كملت. نراكم في دبره اخرى ان شاء الله.